لأن إيران راح تحقق لقاء مع الدوافع الصهيونية مع إسرائيل، لأن اثنينهم لهم مصالح بالمنطقة وإلهم أدوار مختلفة، كل واحد عنده دور. فتلاحظ أنه تهجم إيران، إسرائيل تضرب المفاعل، لأن هم واحد يعرف مصالح الثاني. لأن إسرائيل تعرف أن لإيران مصالح طائفية، وتعرف بنفس الوقت أن تأثير إيران في الدول الإسلامية أكثر من تأثيرها هي. إيران تجي للدول العربية والإسلامية من خلال العامل الديني، هم مصالحهم اثنينها مصالح خاصة، كل واحد يريد يوسع دائرة طموحه، لكن كل واحد عنده وسيلة. ولهذا كل ما تخطو خطوة إيران كل ما إسرائيل تبدي، لأنها لازم كل واحد يحقق لنفسه مطامح.